اصل مجرد ان هو جالي وانا محبط وفتحت له الباب دخل، ولما دخل اتملت سفينتي بايه؟ بالخير. اتملت سفينتي بالخير، وتحول الاحباط لفرح. تحول الحزن اللي كان فيه بطرس لفرح. ليه؟ اصله فتح لمين؟ للمسيح. فتح للمسيح. عشان كده يا حبايب اكتر وقت نفتح فيه للمسيح وقت الحزن والضيق، وقت الاحباط اللي احنا فيه نفتح للمسيح، هيدخل وينور حياتنا. واحد تاني هتكلمنا عن بطرس. ناخد شخصية تانية، بولس الرسول. بولس الرسول جه في وقت عنده احباط شديد جدا جدا. يقول لك كان عنده شوكة في الجسد وكان متألم منها جدا جدا. ألم، كان عنده مرض في الجسد، ألم شديد جدا جدا، وكان متألم من الألم ده. ومش متألم من الألم لأي شيء، لا، الألم اللي كان عنده هو الألم ده كان معطله عن الخدمة. هو نفسه ينطلق، نفسه يجري في الخدمة، نفسه ينطلق في الخدمة، ولكن الألم ده كان معطله. يقول لك كده لألا ارتفع من فضل الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان، لألا ارتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. قعد يصلي لربنا ويقول له أرجوك شيلوا عني الألم ده عشان أنطلق، عشان أدخل في الخدمة وأنطلق في الخدمة. ربنا يقول له إيه؟ ربنا يقول له أنا مش هشيل عنك المرض. ربنا يقول له كده أنا مش هشيل عنك المرض، ولكن هديلك نعمة تشيلك وتشيل المرض. شفت ربنا؟ أنا مش هشيل المرض. أوقات كتير مننا يبقى حد مريض ونفضل نطلب من ربنا شيل يا رب، شيل يا رب. يجي ربنا يقول لك ايه؟ مش هشيل المرض، بس هديلك نعمة تشيلك وتشيل المرض اللي انت فيه. النعمة اللي هديها لك هتشيلك وتشيل المرض اللي معاك. عشان كده بولس الرسول قال لك ايه؟ تكفي نعمتك.